السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك عزيزي المشاهد، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم. اللي ما شافش الجزء الاول لازم يتفرج عليه علشان يفهم بقية الاحداث. وتعالى بينا كده نرجع فلاش باك ونعرف ايه اللي حصل في الحلقة اللي فاتت. هو كان بطلنا البت اللي كان شايفها في الينبوع كان بيجري منها، لكن هي البنت كانت عايزة تقتله، لكن بطلنا بينجح في الوقت ده ان هو يصد الضربات بتاعتها وبينجح فعلا ان هو يهرب. لكن وقت ما كان بياخد نفسه وبيبدأ ان هو يشوف هيعمل ايه، بتبدأ في الوقت ده بنت ان هي تجيله وبتقول ان طاقمها محتاج حد يكمل الفريق بتاعها، والبنت دي بتكون غاية في الجمال. بس يا ترى ايه الهدف اللي هم عايزين يوصلوا له؟ ده كله هنعرفه النهارده ان شاء الله. علشان كده عزيزي المشاهد مش هقدر المره دي اقول لك بقى جهز مسلاتك اللذيذه، بس عايزك تتحمس جامد قوي معايا كده ويلا بينا نكمل الحكايه. الناس في الطاقم اول ما بيشوفوه بيتفاجئوا جدا. واحد منهم بيقول لها لا اياكي تاخديه، ده الواد ده عيل قمامه ومش هينفعنا باي حاجه، بل بالعكس هيكون عائق في طريقنا. بطلنا بيقول له انت بتتكلم كده كتير وخلاص ولا ايه؟ اعرف مقامك يض بدل ما اجي اعلم عليك. لكن الواد التاني بيرد عليه وبيقول له معلش ان احنا بنكلمك بالطريقه دي بس علشان هو الاقوى واحد فينا، علشان كده هو عنده بعض التفاخر شويه. فبطلنا بيقول له يا ابني لو في ناس عاقله كده زيك. وفي الوقت ده بيبدا ان هو يعرفه بنفسه وبيقول له ان انا اسمي سعيد ودي اسمها جهان وده اسمه جمال، اما الواد العجل ده هنسميه بومبا. واللي في الوقت ده بطلنا هو كمان بيعرفهم بنفسه ان هو اسمه سامح. وفي الوقت ده بيبداوا ان هم يمشوا، بيبداوا ان هم يصطادوا الخنازير، ده غير كمان الوحوش اللي مش عاديه اللي كانوا بيصطادوها. واللي في الوقت ده بيكونوا ماشيين في الطريق، بيبدا واحد منهم ان هو يلاقي حجر غريب، لكن جمال بيقول له ان الجوهره دي اساسا مش غاليه ولا حاجه، ما تتحمسش قوي كده. بيقول له ان احنا عندنا دلوقتي اكتر من 20 قطعه ودي حاجه كويسه جدا، ودلوقتي لو احنا اتعاملنا مع شيطان او وحش كبير جدا هنقدر ان احنا نتعامل معاه بكل سهوله، بس لازم ما نكونش متهورين جدا. الواد العجل بيقول له يابا اطمن، انا عندي القتال اللي تشيبته ما حدش هيقدر يهز شعره مني. اللي في الوقت ده بيجي وحش يهز الكره الارضيه كلها، حتى هو بيخاف من الهزه الارضيه دي، ودي بتكون غوريلا ولكن كبيره شويه، ودي وحش شيطاني من الرتبه الثامنه. اللي الواد بيقول له في الوقت ده ان سامح ما عملش اي حاجه والمفروض هو اللي يتعامل معاها دلوقتي. الواد العجل بيقول له ان المفروض ان انت اللي تعمل الكلام ده دلوقتي، وان ما فيش وقت للكلام الفارغ ده، وان الاصابه بتاعتها ممكن تكون مميته. الواد جمال بيقول له مش المفروض ان انت تقوم بالجزء الاخير بتاعك اللي انت قلته عليه ده، وبيوصف بالكلام ده بطلنا يعني. اللي سعيد في الوقت ده بيبدا ان هو يدافع عن بطلنا، بيقول ان المفروض ان احنا نساعده لان هو مش هيقدر ان هو يخلص عليها لوحده. لكن بطلنا في الوقت ده بيقول له ما تقلقش انا هقدر ان انا اخلص عليها على اي حال يعني. فبيرد عليه وبيقول له ان احنا المفروض ان احنا الثلاثه اساسا نتعامل معاها، او احنا كمان الاربعه ان احنا نقدر ان احنا نهزمها. لكن بطلنا في الوقت ده بيذكر سعيد والواد العجل، بيقول له ان انا هقدر اهتم بنفسي وان انا مش متهور ولا حاجه. واللي في الوقت ده بيبدا في الهجوم عليه، بيقول بطلنا في نفسه خليكم بس وشوفوا المتعه اللي هتحصل. اللي بطلنا بيبدا في الوقت ده ان هو يفعل القوه بتاعته، بيقول ان دي نتيجه التدريب بتاعته. بيبدا في الهجوم عليه ويعين الوحش ما بيشوفش النور، من ضربه واحده بيرميه لبعيد. اللي جمال في الوقت ده ما بيكونش مصدق اللي بيحصل، وازاي قدر بطلنا ان هو يتغلب عليه بضربه واحده. ده مش كده وبس، لا ده بطلنا بيجي ان هو يكمل عليه مره واثنين وثلاثه لحد ما خلاص بيوقعه على الارض وبيتقن بطلنا ان هو مات. طبعا في الوقت ده الواد العجلي بيكون مصدوم جدا من اللي بطلنا عمله، اما سعيد بيكون متفاجئ جدا بيقول انا ما كنتش متوقع ان انت تقدر تعمل حاجه صعبه زي كده. اما الواد العجلي بيقول له ان احنا كده هنقدر نتحرك بحريه في تلال الرياح السوداء، وان احنا كده هنعمل معاهم الجلاشه براحتنا. لكن في الوقت ده جمال بيكون عامل ان هو اساسا مش فارق له وكأنها حاجه مش مدهشه ولا حاجه. بيقول له انت عايزني اعمل لك ايه يعني؟ بطلنا بيقول له لا تعمل لي ولا اعمل لك يابا، يلا بينا نكمل الرحله بتاعتنا، انا ما عملتش اي نوع اساسا من الجهد علشان تقول اي حاجه. لكن في الوقت ده بيحسوا بحاجه غريبه جدا، اللي في الوقت ده بيظهر لهم وحش شيطاني من الرتبه التاسعه. اللي جمال في الوقت ده بيكون مرعوب جدا وبيقول لهم ان هم يجروا علشان يلاقي طريقه ان هو يقدر يتعامل معاه. بيقول لهم ان هم يهربوا، لكن بطلنا بيوقفهم. بطلنا بيقول ان انت عارف ان انت ما عملتش حاجه كتير عشاننا، وانت دلوقتي عايزنا ان احنا نتقدم او نهرب على مزاجك ولا ايه؟ وكل ده انت بتعمله طبعا عشان انت تقدر تهرب، لكن ما تقلقش انا عارف كل الخطط بتاعتك. اللي في الوقت ده بيبدا ان هو يفعل قوه اللي تشيب بتاعته واللي بيكون من الطبقه الثامنه، وبيبدا في الهجوم على الوحش. لكن الوحش بيقدر ان هو يتفادى الهجوم بكل سهوله ويكون متفاجئ من سرعته. بيحاول مره واثنين وثلاثه ولكن في كل مره بيعرف ان هو يتفاداها لحد ما الوحش بيجيب اخره، بيقدر في المره دي ان هو يخلص عليه. اللي في الوقت ده بيكونوا مصدومين هما الاثنين وما يكونوش عارفين يعملوا ايه. اللي بيسال بطلنا في الوقت ده سعيد ايه هي نقطه ضعفه. اللي في الوقت ده بيفتكر نقطه ضعفه، بيقول له الطريقه الوحيده ان انت تستخدم
بيستخدم هجوم سحب عالي السرعه عشان تتفادى بس الضربه بتاعته، ونقطه الضعف بتاعته هي قوه نار الذئب الشيطاني، وان دفاعه منخفض جدا. واللي بطلنا بقى بيقول في الوقت ده انا عايز اشوف سرعته هو هتكون اسرع من سيفه ولا لا، واللي بيبدا بالهجوم عليه، واللي من ضربه واحده بس بيوقعه على الارض. ايش هذه الفخامه والحلاوه يا ابني، والله الواد العجل يعني ما بيقدرش في الوقت ده حتى ان هو ينطق. ها انتوا لسه شفتوا حاجه يا جدعان ولا ايه؟ في الوقت ده بيكونوا متسمرين من كتر اللي بطلنا عمله، ومش مصدقين اي حاجه اصلا من اللي بتحصل، واللي سعيد بيكون مستغرب جدا من الاسلوب اللي استعمله في السيف بتاعه، بيقول له هو انت عندك روح قتاليه للسيف بتاعك ولا ايه؟ بطلنا بيقول له ان اساسا باين على الوحش ده ولا حاجه بالنسبه لي اصلا. اللي في الوقت ده العجل بيقول له بما ان انت هزمت الجحيم دلوقتي فالمفروض ان الحجر ده بيكون ملكك انت، لكن بطلنا بيقول له ان ده مجرد سيف ومهاره فن قتال مش اكتر، ويصروا ان هم يديله الحجر، لكن بطلنا بيقول له ان احنا نتقسموا بالنص، ان احنا فريق واحد مع بعضينا. لكن بيسمعوا صوت حد غريب، واللي ما يكونش غريب يعني بيكون جمال، بيكون يعتبر لسه عايش، بيقول لهم ان انا المفروض ان انا معاكم، وان انتوا المفروض ان انتوا تشيلوني وتدوني نص حجر الوحش اصلا، وان له لا لو كنتوا ميتين انتوا كلكم. اللي في الوقت ده سعيد بيقول له ان هو ده من طبقه عاليه جدا، وهو من طائفه خارجيه اسمها يو، وهم في قمه الطبقه التاسعه، المفروض ان احنا ما نتسببش بمشاكل، المفروض ان احنا نديله النص زي ما هو عايز، وبيقول ان انا لو مت شقيقي هيعمل من وراكوا شاورما، فمن الافضل ان انتوا تساعدوني دلوقتي. بطلنا بيقول له ايوه يعني اعمل لك ايه؟ بيقول له مش فاهم قصدك ايه؟ بيقول له بطلنا ما سألتش ليك باي شكل من الاشكال، انت بس واخد الطائفه كده علشان تعمل اللي انت عايزه، وان انت خططت كذا مره ان انت تستغلنا وتخلي الوحوش تقتلنا، بس مع الاسف ان كل الوحوش دي انا موتها، وان انت مجرد حساله مش اكتر. اللي في الوقت ده بطلنا بيبدا ان هو يسحب سيفه، بيقول له اخوك مين بيهتم بيه اصلا؟ اللي الواد في الوقت ده بيترعب، بيقول له ايه ده؟ ايه اللي انت هتعمله ده؟ اللي في الوقت ده بيقولوا لبطلنا ان احنا مش عايزين نعمل اي حاجه، سيبه مش ده اللي احنا عايزينه. اللي في الوقت ده الواد بيصرخ بيقول لهم خلاص انا مش عايز احجر الوحوش طالما ان انتوا هتنقذوني، ارحمنا انا اسف على اللي انا عملته. بطلنا بيقول له انت فاكر ان انا بقى هصدقك من الكلمات دي ولا ايه؟ انت زي ما خنتنا دلوقتي هيجي في يوم من الايام وهتخنا بكل سهوله. اللي في الوقت ده بطلنا بيطير رقبته حرفيا. بطلنا احسن حاجه عملها اقسم بالله، خلى النار اللي في قلبي تهدى حرفيا. دول بيتصدموا بيقولوا انه ده واحد من رجال الطائفه الكبار، وان التعامل مع الطائفه دي هيكون اساسا اقوى مننا بكتير. ايه اللي احنا هنعمله في الموقف بتاعنا دلوقتي؟ بطلنا بيقول له يابا لو حد سال مين اللي قتله قول له ان انا اللي قتلته، انا مش خايف من اي حد ولا كان تقوله ولا اي حاجه يا باشا. بيقول له يابا اعتبرني ان انا اساسا معاك وفي ظهرك. ده الواد اساسا ما كانش ليه اي فايده، وكان اساسا سيء جدا في نظري، وانا عارف ان هو كان يوم من الايام كان ممكن ان هو يعملها معانا. اما الاتنين التانيين بيقولوا ان احنا معاك لان انت وقفت معانا، فاحنا هنقف احنا كمان في ظهرك ايا كانت العواقب ايه هي. بطلنا بيقول في الوقت ده ان هو كويس ان هو عمل كده، ويقول بطلنا ان هو يلاقي شويه الرفاق زيهم مخلصين حاجه كويسه جدا، وان الامر يستحق فعلا. زي كده عزيزي المشاهد لما بتعمل لي لايك واشتراك بفرح جدا. بطلنا بيقول ان هو خايف ان هو ما يتمكنش من هزيمه كل الشياطين اللي موجوده، وان اكيد في شياطين اقوى منه بكتير، وان هو لازم يرجع للمدرسه الاول، وان الجميع بيتوقعوا مني اكتر من كده بكتير، وعلشان كده ده شرف ليا ولازم اكون قده. بيشكروا ان هم حصلوا على معدات وحاجات كتيره جدا من الوحوش الرتبه العاليه دي، ودي اللي هتفيدهم في رحلتهم بعدين. وفي الوقت ده بيبداوا ان هم يمشوا، ولكن في الوقت ده بطلنا بيلمح عند جثه الواد ده حاجه غريبه جدا، واللي بيكون كتاب، وبيكون الكتاب ده اسمه رعد السيف الوداع المذهل. بطلنا بيستغرب ان هو كان معاه كتاب نادر جدا طول الوقت ده، وانه خلاص بقى هو ليه، ولو هو اتقنها مش هيخاف من طبقه قتال اللي تشيد 9، وان وجوده معاه دلوقتي هو وجود مبكر اصلا للغايه. اللي في الوقت ده بيروح السوق، بطلنا بيسال عن مبادله الحبوب القرمزيه، وان هو عايز يرقي قدراته باسرع وقت ممكن. اللي بياكد عليه سعيد في الوقت ده وبيقول له ايوه ده اللي هنعمله، واللي هو بيوصيهم على مضيق فين غيون، وده المكان اللي بيكون فيه تجمع اكتر خبراء طائفه يون، وان انت موهوب ولازم علشان ترقي نفسك لازم تروح لهناك. بطلنا اول ما بيسمع الكلمه دي بيتصدم، بيقول له سعيد انت مش عايز ترقي نفسك بس ما يمكن ولا ايه؟ وبيرد عليه الواد العجل وبيقول ان كمان المفروض ان انا اروح هناك لان انا المفروض اعلم من قدراتي من هناك برضه. واللي بيوافق سعيد على الكلام ده وبيقول له ان انت اساسا مكانك الاصلي هناك، وبيضحك الواد العجل ده وبيقول له يبقى خلاص نلتقي هناك. بطلنا في الوقت ده بيفرح بيقول لهم ان احنا كده هنتقابل في وقت من الاوقات المسالمه، ويودعوا بعض وبيقول له سعيد انا واثق ان احنا هنشوف بعض مره تانية. بطلنا بيمشي في طريقه ناحيه المضيق وبيقول ان الصحوه دي هتكون مؤلمه مره تانية، لان انا عندي ذكريات فيها مش لطيفه، لان انا ما كنتش قمامه زي الاول، وان انا لازم هرجع هيبتي بالكامل، هرجع كل اللي تركته من اذلال وندم من هنا. وبعد عده ايام بنشوف بطلنا عامل حفره كبيره جدا من قوته، ده كان اثر التدريب بتاعه. وبيقول بطلنا لولا حبوب القرمزيه دي ما كانش هيتقدم بالسرعه دي، وهو وصل دلوقتي الطبقه الثامنه من قتال اللي تشيف الواقع. وبيسمع حد بينعته بالقمامه في الوقت ده، بيقول له شكلي ان انا
انا قسيت عليك جامد، وللاسف انت لحد دلوقتي انت لسه حي، وان نبضك بقى عنيد جدا، والمفروض ان انا دلوقتي ان انا هقتلك مره تانية علشان ما تبقاش عندك اي مقعد في سيد العائله. فبطلنا بيقول له يلا انت عمال تلوك كتير وكلامك كتير قوي، ما فكرتش قبل كده في يوم من اللي حياته ممكن تنتهي؟ بيقول له انت ازاي تتجرأ ان انت تتكلم معايا كده، وازاي تتجرأ ان انت تعمل مع شقيقي الصغير كده؟ ده انا كنت بدور عليك علشان اعمل من وراك شاورما. بطلنا بيضحك وبيقول له لو انت وافقت على الاعتذار هسامحك. بيقول له هو انت اتضربت في دماغك ولا ايه اللي انت بتقوله ده؟ بطلنا بيقول له بص انا وانت احنا مش اعداء مؤخرا، وان احنا مش هنسمح بالعداوه بالكامل بينا، لكن في الوقت ده بيهجم عليه وبيقول له انت مجرد قمامه مش اكتر، وبيضربه ضربه في وشه، ولكن حرفيا بيتعلم علامه صغيره على بطلنا. وبطلنا في الوقت ده بيمسك ايده بيقول له ان انا هوريك زي اخوك دلوقتي، وبيرميه في الوقت ده لبعيد. بيقول له انا هوريك دلوقتي اللي انت عملته معايا وهديك زيه، وبيوجه بطلنا في الوقت ده قوته عليه. بيقول له ازاي قمامه زيك كده قدر ان هو يعمل كده؟ هو انت عايز تعمل ايه؟ بطلنا بيقول له ان انا بس عايز احطك عند حافه الموت زي ما عملت معايا قبل كده، دلوقتي جه الوقت علشان اديك الجائزه الكبرى بتاعتك. واللي في الوقت ده بيفعل عليه رعد السيف الوداع المذهل، وبيوجه كل القوه عليه، اللي حرفيا بيقع من كتر الضربه بيكون مسلول قدامه. بطلنا بيقول له شكل ان انا استخدمتها معاك بلطف ولا حاجه. الواد يا عيني بيكون مرعوب ويترجى بطلنا ان هو يسامحه، بيقول له ان انا ما استحقش اي منصب من العيله ولا عايز اي حاجه، هعمل اي حاجه انت عايزها، وان انا اتفق واخده واقع كمان، لكن من اجل العلاقه العائليه اللي بينا المفروض ان انت تعفو عني، انا مجرد كلب حقير ذليل يعني. يا جدعان على الدنيا والله لما بتلف. بطلنا بيقول له ولا انا ما اديتكش الوجه اساسا ان انت تطلب المغفره مني، هو انت فاكر ان انت سبتني في حالي ولا ايه؟ لحسن الحظ ان انت لا تزال ان انت تتذكر ان انت ابن عمي، وعلشان كده انا هعمل معاك حاجه حلوه قوي، انا هسحقك بس مش اكتر، وده بسبب نيتك السيئه والاعتداءات مره تانية. اللي في الوقت ده بطلنا بيدمر المستوى بتاعه. بطلنا بيقول له قبل ما يمشي مش عايزك تكون قدامي مره تانية، واللي بيقول له انت ازاي تجرؤ ان انت تدمر مستوى التدريب بتاعي، واللي بيقول له خليك فاكر ان انا مش هخليك ان انت تموت موته بسيطه. بطلنا بيكون ماشي في الغابه وهو عمال بيقول ان انا ما قتلتوش المره دي، وده علشان تكون قدراتي متواضعه، بس المره الجايه ما وعدوش ان هو يفضل عايش. اللي في اللحظه دي بيكون فيه هجوم على بطلنا، ما بيكونش عارف مين اللي بيهجم عليه من الخلف، واللي مين اللي بيظهر له البت دي مره تانية بتقول له ان انت واخد منحرف، ازاي تجرأ ان انت تيجي مره تانية؟ المره اللي فاتت ان انت كنت جريت وفلتت من سامي بصعوبه، ازاي بتجرأ ان انت تظهر مره تانية؟ دلوقتي انا هسلب منك حياتك. هي فاكرها زريبه ولا ايه؟ بطلنا بيقول المره اللي فاتت اللي كان فيها ما كانش مستواه عالي، لكن دلوقتي مستواه كافي جدا. بيهجم بطلنا بيقول ما فيش حاجه ان هو يتفادى اي حاجه دلوقتي، ومن الهجوم ده البت بتتفاجئ جدا، بيقدر ان هو يحطم السهام بتاعتها بكل سهوله. بطلنا بيقول لها ان انت المفروض تكوني حذره لان دورك المره الجايه، واللي طاقه كبيره جدا بتظهر في الوقت ده، والبت اللي بتستغرب ايه اللي حصل. وبطلنا بيقول له هو انت مين؟ بيقول له ان انت ازاي تجرأت ان انت تيجي الاخت الاصغر، انت شكلك ان انت عايز يتخلص عليك ولا ايه؟ وده بيكون كريم والتابع لطائفه يون، بيكون هو في مستوى التدريب القتالي الروحي. بطلنا بيكون مستغرب ان ده تبع الطائفه الداخليه، وبيقول لها ايه رايك ان انا اساعدك ان احنا ننهي الامر ده؟ لكن بترد وبتقول له لا انا عايزه انا اخلص الموضوع ده بايدي انا، ما تتدخلش انت. واللي بتقول له في الوقت ده ان المساله بينا ما انتهتش، ولكن احنا هننهيها في يوم تاني، خلينا نوقف النهارده بس. بطلنا بيقول لها انت فاكره ان انا بتاخد على قفاه ولا ايه؟ وقت ما تهربي تهربي وقت ما تتراجعي. بتقول له يا عم الشقي الناتن انت خلي بالك من الكلام اللي انت بتقوله، وان كريم لو هجم عليك يعتبر ان انت اساسا ميت بكل بساطه. اللي في الوقت ده بيقول له الاخت الكبيره سابتك، لكن انا مش هسيب اي حاجه بتتعلق بيا انا. اللي في الوقت ده بيواجه قوه السيف عليه، لكن في الوقت ده البت بتفضل تصرخ فيه وبتقول له خلاص. لكن عزيزي مش هتفتكر بطلنا هيعمل ايه في الموقف ده؟ وسؤال ليك النهارده عزيزي وعزيزتي المشاهده، يا ترى بطلنا هيقدر يتغلب عليهم هما الاثنين ولا لا؟ وهل بطلنا هيقدر ان هو يتغلب على الطائفه من الدرجه التاسعه ولا لا؟ وهل يا ترى بطلنا هيقابل اصدقائه ولا لا؟ يا ترى ابن عم بطلنا هيعمل ايه مع بطلنا بعد ما بطلنا عمل معاه الجلاش حرفيا وسحق تدريبه؟ كل ده باذن الله هنعرفه ان شاء الله الحلقه الجايه عزيزي وعزيزتي المشاهده. وبما اننا ان شاء الله هنكمل في القصه دي شويه، فما تنساش تعمل اللايك والاشتراك في القناه علشان يوصلك كل جديد، وتفعل زر الجرس عشان اول ما الجزء الجديد ينزل تكون انت اول واحد تتفرج عليه. ولحد هنا عزيزي وعزيزتي المشاهده اكون وصلت معاكم لنهايه الحلقه، وكما عودتك وعودتك عزيزي وعزيزتي المشاهده لا تنسوا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه واتم التسليم، وتدعوا لاخوانكم في غزه ان ربنا ينصرهم فوق كربهم ويسدد رميهم. لو عرفت قاطع، ولو عرفت تدعم باي شكل من الاشكال لا تقصر اخي في الله، فده واجب علينا كمسلمين. بس عزيزي وعزيزتي المشاهده علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده يا اساطير، اشوفكم الحلقات الجايه. سلام يا ابطال.